سؤال بيتكرر عليا كتير جدا، نركب البانيو الشاسيه ولا لا؟ في الفيديو النهارده هنتكلم امتى تركبي البانيو الشاسيه وايه هي مميزاته. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو النهارده هتكلم عن اسئله جاتلي كتير جدا عن البانيو الشاسيه، هل هو عملي معاكي ولا لا؟ ندمان انك ركبتيه ولا عادي اركبه؟ بتسالوني كمان على مساحات الحمامات بتاعتكم، هل ينفع نركب فيه بانيو الشاسيه ولا ما ينفعش؟ في الفيديو النهارده هنتكلم عن كل الاسئله اللي انتوا سالتوها بخصوص البانيو الشاسيه، وخاصه امتى تركبي البانيو الشاسيه وامتى ما تركبيهوش، وايه الموقف اللي انا تعرضت له مع الصيانه، لان انا عملت صيانه للبانيو بتاعي مرتين تقريبا او 3 مرات، وكان في بدايه تركيبي ليه. فهقول لكم النهارده كل التفاصيل دي في الفيديو. اعملوا لايك للفيديو، اشتركي لو انت مش مشتركه، ولو اول مره بتزوري القناه انا نبلاء اشتركي في قناتي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني ان شاء الله كل الفيديوهات اللي جايه. ولو ليكي اي سؤال زي ما اتعودنا نسيبه تحت الفيديو، وانا في اقرب وقت هرد عليكم على كل استفساراتكم. لكن ارجوكم ما تنسوش اللايك بتاعكم بيفرق معايا جدا وبيرفع من معنوياتي وبيحسسني ان انتم مهتمين بالمحتوى. يلا بينا ندخل على موضوع الفيديو. خلينا في البداية كده نتكلم عن العيوب بتاعة البانيوهات الشاسيه، وإن كانت العيوب دي بالنسبة لي أنا هي أغلبها من سوء الاستخدام أو كمان من سوء التركيب. وسوء التركيب ده مرتبط أغلبه بشغل الصنايعية، يعني من البداية لو أنت جايبة صنايعية كويسين جدا يركبوا لك سيراميك الحمام، كمان يركبوا لك البانيو ويركبوا لك كل حاجة في الحمام، تأكدي إن أغلب العيوب دي مش هتكون موجودة معاكي في المستقبل. وشكاوى الناس كانت اغلبها عن تسريب الميه من البانيوهات الشاسيه، ان الميه بتسرب تحت البانيو، وطبعا التسريب الميه ده بيسبب مشاكل، اللي هي المشكله التانية اللي انا هقولها لكم دلوقتي اللي هي موضوع الحشرات. في ناس قالت ان البانيو الشاسيه بيسرب ميه، يعني مع الاستخدام هيلاقوا ان في فرق كده بين السيراميك وبين الحيطه، فالفرق ده عمل معاهم تسريب للميه. تمام. والميه دي عملت بكتيريا، والبكتيريا عملت تعفن، والتعفن في المستقبل عمل حشرات. خلينا بقى نتكلم في الحاجات دي نقطة نقطة كده عشان بس كل حاجة تكون واضحة بالنسبة لكم. انا ليه قلت لكم في البداية ان اغلب العيوب مرتبطة بسوء الاستخدام او بالصنايعي اللي ركب لك شغل الحمام، وخاصة السيراميك بتاع الحمام، لان لازم السيراميك بتاع الحمام زي ما انتم شايفين كده البانيو راكب على حيطين، حيطة يمين وحيطة شمال، ودي اغلب البانيوهات بتكون راكبة عليها، سواء كان البيضاوي او المربع او السيرف او الطويل اللي هو المستطيل. فمن البداية لو صنايعي السيراميك ركب معاكي الزاوية بتاعة السيراميك على زاوية 90 من الحيطين، يعني الحيطة اليمين والحيطة اللي هي اللي في الوش دي، هتلاقوا ان البانيو وقت التركيب هيركب مظبوط، لان اصلا زاوية البانيو قائمة 90 درجة. فلازم كمان وقت تركيب السيراميك تعرفي الصنايعي ايه اللي هيركب لك السيراميك، لان بتفرق جدا جدا في البانيوهات الشاسيه. ممكن ما تفرقش في المباني، لكن في البانيو الشاسيه بتفرق جدا. لو البانيو الشاسيه ركب على حيطه مش مظبوطه هيحصل المشاكل اللي انتوا بتتكلموا معايا فيها، اللي هي موضوع التسريب رقم 1. وليه بيحصل تسريب؟ لان وقت تركيب البانيو بيكون فيه يعني جزء من البانيو بيكون مفتوح، مهما تركبي عليه سيليكون او تحط عليه المواد اللي هي اللاصقه دي، فمش هتلاقيه راكب على الحيطه بشكل مظبوط، وهيحصل فرق كبير زي اللي انت شايفاه في البانيو. العينه اللي انا جايبها لكم قدامنا دي طبعا لازم يتحط فيها رخام عشان خاطر تتظبط، وما بيكونش طبعا الشكل في الفينش كويس. وكمان هتلاقي في فرق بين الحيط وبين البانيو نفسه. طيب في ناس كتير بتقول لي انا رايحه في شقه ايجار، او انا مثلا عروسه وهتجوز وعايزه اركب بانيو شاسيه، اركبه ولا مش هينفع؟ هيعمل معايا في المستقبل مشاكل. طبعا البانيو الشاسيه مش بيعمل مشاكل غير لو كانت الحوائط زي ما قلت لك مش مظبوطه. طيب لو انا داخله في شقه ايجار، ينفع ان انا مثلا اركب بانيو شاسيه وبعد كده الاخطاء دي ممكن مثلا نتفاداها؟ ممكن تعملي كده. لا، في ناس بيركبوا مكان الفرق اللي بيكون بين الحيط وبين البانيو بيركبوا قطعه من الرخام. تمام. وان كنت انا ما بحبسش الموضوع ده، وخاصه لو كنت ناويه تركبي الازاز السكريت اللي هو بيقفل على البانيو من فوق، فبيكون يعتبر حمل زياده على البانيو. ففي الحاله دي طبعا بيحصل مع الوقت ومع دخول الاشخاص البانيو وخروجهم منه ان بيريح البانيو مع الوقت، وبيحصل برضو تسريب في المستقبل. طيب لو الحوائط عندك مظبوطة على زاوية 90 وبرضو بيحصل عندك تحت البانيو ان فيه برضو مية، ده بيكون طبيعي نتيجة طبعا استخدامك للحمام كل يوم، او ان انت مثلا بتنضفي الحمام. فلو الارضية بتاعة الحمام برضو مش معمولة بميول ناحية البلاعة، ففي الحالة دي برضو هتلاقي المية بتركن تحت البانيو. فانا كنت نزلت معاكم فيديو قبل كده عن طريقتي في فك وتركيب البانيو الشاسيه عشان انضف تحته، ان شاء الله هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت الفيديو وفي اول تعليق مثبت. بس عايزه اقول لك من البدايه برضو ان انت اختيارك للصنايعي بيكون حاجه مهمه جدا. لازم من البدايه الصنايعي يعمل لك ارضيه الحمام بميل ناحيه البلاعه. ويا ريت كمان من البدايه تعرفي الصنايعي وانت بتركبي السيراميك ان انت اصلا هتركبي في المستقبل بانيو شاسيه،
وكمان من الافضل يكون البانيو موجود عشان تاخدي المساحات بشكل مظبوط وما يحصلش معاكي مشاكل في المستقبل بعد كده في المساحه زي ما حصل معايا في الحمام. وان شاء الله كمان استنوني في فيديو هقول لكم الاخطاء اللي انا وقعت فيها في الحمام عشان انتوا كمان تتلاشوها وقت تركيب الحمام بتاعكم. من العيوب اللي كمان في ناس بتتكلم عنها في البانيوهات الشاسيه هي ارتفاع سعرها مقارنه بالبانيوهات الدفن. طبعا عايزه اقول لك ان البانيوهات الشاسيه فعلا سعرها اعلى من البانيوهات الدفن، وده لان طبعا البانيو الشاسيه زي ما انتم شايفين كده يعتبر هو ديكور ويعتبر هو متكامل في الحمام، ما بتحتاجيش ان انت تركبيه تحت البلاط، ولكن بيركب في الاخر خالص بعد ما بتركبي البلاط. ليه سعره عالي؟ لان البانيو ده بيكون متحمل اصلا على شاسيه حديد كبير عشان يتحمل اوزان عاليه، وكمان على فكره الماتيريال بتاعه بيكون كويس جدا ومعمول من الاكريليك، يعني يعتبر من نفس الماده اللي بيتصنع منها البانيوهات العاديه، ولكن هو طبعا بيكون من تحت مدعوم بشاسيه حديد زي ما قلت لكم عشان يتحمل الاوزان الكبيره، وده بيكون مكلف جدا بالنسبه لهم. غير كده كمان ان هو بتتلاشي الاخطاء او الكوارث زي ما قلت لكم قبل كده اللي ممكن تحصل من البانيوهات الدفن، اللي هي زي مثلا التسريب او ان انت تكسري حمام كامل يكلفك مش اقل من 60-70 الف جنيه عشان خاطر تركبي حمام جديد عشان مشكلة الصرف او طبة البانيو اللي ممكن تقابل بعض الناس في البانيوهات الدفن. من عيوب البانيوهات الشاسيه كمان هو الجزء الخارجي اللي بيتقفل بيه على البانيو او اللي هو اسمه الجنب، وهو اللي بيعطي شكل ديكوري شويه للحمام اللي هو اللي بيتقفل عليه اللي انا بشاور لكم عليه ده. عايزه اقول لكم ان الجزء ده ما بيتحملش صدمات عاليه، ولكن لو انت الحمام بتاعك كبير، انا مشكله الحمام بتاعي صغير فعشان كده اتعرضت المشكله فيه مرتين او 3 مرات. لكن لو انت الحمام بتاعك كبير هتجيبي على قد مساحه الحمام، فان شاء الله المشاكل دي مش هتتعرضي لها في الحمام بتاعك. المره الاولى اللي حصل فيها مشكله معايا في البانيو الشاسيه ده ان احنا شلنا البانيو بطريقه غلط، يعني كنا 4 افراد، ولكن المفروض ان البانيو وقت ما بيجي يتنقل من مكان لمكان طبعا بيتنقل زي ما انتم عارفين من خلال كرتونه، ولكن لو انت ناويه تطلعيه بقى وانت مش خبيره في تطليعه يبقى الافضل ان انت تفكي الجنب بتاعه او انك تستني لما السباك هو اللي بنفسه بيجي ينقله، لان انت لو شلتيه بطريقه غلط هيحصل معاكي زي ما حصل معايا ان هو انا سمعت صوت فرقعه كده في البانيو وانا بنقله. كنت انا ومعايا كمان 3 افراد يعني. هو تقيل جدا، يعني احنا كمان كنا بننزله ونشيله ننزله ونشيله، فطبعا نزلناه على المكان اللي هو فيه الجنب ده، فسمعنا صوت فرقعه. فلما طلعت في الشقه هنا وفتحت الكرتونه لقيت ان الشاسيه الخارجي ده لقيته اتكسر من مكانين مختلفين والكسر كان كبير. وقتها اتصلت على الشركه وجه فن من الشركه، بصراحه هم ناس محترمين جدا، ودي على فكره بانيو الطيب. جه عملوا البانيو المكان اللي هو المكسور ده بماده يعني هي تشبه الاكريليك كده مع حاجات زي الكتان، عملوه البانيو من جوه، يعني فك طبعا الشاسيه وعمله من جوه ورجع البانيو. هو مش زي ما كان طبعا، انا وريتكم شكله عامل ازاي، فهو طبعا الشكل مختلف تماما عن اللي كان في البدايه، ويعني زي ما بيقولوا في المثل عمر اللي انكسر ما يتصلح تاني. برضو حصل معايا موقف تاني يعني السبب ان البانيو اتكسر ان ابني صغير يعني بيجري وكده، فخبط في الشاسيه بتاع البانيو، فالشاسيه وقتها اتكسر كسرين برضو صعبين جدا. تمام. برضو جت الشركه عملتهولي. على فكره انا عايزه اقول لكم ان هم ما بياخدوش رسوم على اي حاجه، وان البانيوهات دي فعلا بيضمنوها لك مدى الحياه، ولكن عايزه اقول لكم زي ما شفتوا كده ان البانيو ما بيرجعش بنفس الحاله اللي كان جاي عليها قبل كده. فلو مساحه الحمام بتاعتك صغيره ارجوكي التزمي بانك تجيبي بانيو يكون مناسب لمساحه الحمام عشان ما تتعرضيش لاي حركه مفاجاه تكسر معاكي البانيو. وكمان زي ما قلت لك نقل البانيو يتم من خلال مختص او من خلال السباك نفسه عشان يعرف ينقله بطريقه مظبوطه. خلينا بقى ندخل على الجانب المشرق في الموضوع، وهي مميزات البانيوهات الشاسيه. اول حاجه سهوله التركيب، يعني بيتركب بعد السيراميك على نظافه كده، في حاله حدوث اي مشكله في البانيو بيبقى سهل الفك ونعالج المشكله نرجع البانيو تاني، لا هيحتاج نكسر ولا مشاكل التسريب اللي زي ما قلت لك حصل معايا قبل كده ان انا كسرت الحمام كله وكلفني تكلفه عاليه جدا. تاني حاجة سهولة النقل، يعني في حالة ان نقلتي من مكان لمكان او من بيت لبيت من شقة لشقة، فسهل جدا ان انت تفكي البانيو معاكي وتنقليه من مكان لمكان، ولكن مع مراعاة ان اللي ينقل البانيو لازم يكون حد مختص زي ما قلت لك. تالت ميزة ان الخامة المصنع منها البانيو هي من الاكريليك، يعني خامة نظيفة جدا، وهي على فكرة نفس الخامة المصنع منها البانيوهات اللي هي المباني، ولكن ده مدعوم بشاسيه تحت البانيو، والشاسيه ده بيكون من الحديد،
يعني بيخليه يتحمل الاوزان العاليه، وكمان له ارجل بتقدري تتحكمي في الارتفاع والانخفاض بتاعها، وكمان بتظبطي من خلال الارجل دي وضع الزاويه القائمه على الحيطه. رابع ميزه وهو ان الجنب بتاع البانيو او الجزء الخارجي في البانيو ده بيكون من نفس الخامه بتاعه البانيو اللي هي الاكريليك، وكمان بيكون من نفس لون البانيو، فبيعطيكي طبعا شكل جمالي جدا للمكان عامه وللحمام عامه، وخاصه ان الديكورات بتاعته والديزاينات المتوفره منه حلوة جدا وهتتناسب مع اي نوع او ديزاين حمام. طبعا في منه اللون الابيض، وفي منه البرجمون، وفي منه الاحمر، في منه الاسود. انا شفت منه الوان كتيرة جدا على فكرة في المعارض، بس اهم حاجة تجيبيه من التوكيل بتاعه في المحافظة بتاعتك. خامس ميزة في البانيوهات دي، وهي تعتبر من اهم المميزات فيها وفرقت معايا جدا بجد، هو امكانية انك تغيري الطابق بتاع الصرف بتاع البانيو الخاص بيه لما تلاقي فيه مشكلة، مثلا اتخرم، حصل فيه اي مشكله، انك تقدري تغيريه بسهوله من غير ما تحتاجي ان انت تكسري البانيو وتشيلي بقى سيراميك ومواضيع كتير ممكن تكلفك اضعاف الفلوس اللي انت هتصرفيها على البانيو. انا عارفه ان هو تكلفته عاليه بالنسبه لبعض الناس، ولكن اختاروا اللي يتناسب مع الامكانيات بتاعتكم. في منه على فكره شركات كتير، في الطيب، في ايديال ستاندر، وفي ديوروفيت، ودول يعتبروا من اكبر الماركات في السوق. اكيد في ماركات تانية كتير، ولكن دول اشهر ماركات في السوق. وانا بصراحة تجربتي مع شركة الطيب تجربة كويسة جدا، وعايزة اقول لكم ان البانيوهات بتاعة الطيب من افضل البانيوهات في السوق. والعيوب اللي حصلت عندي انا او العيوب اللي بتحصل عند غيري دي ملهاش علاقة على فكرة بنوع البانيو، ولكن لها علاقة بسوء الاستخدام والصنايع من الاول. وبكرر عليكم تاني في نهاية الفيديو ان انت ان شاء الله وقت ما تيجي تركبي اي حاجه في الحمام بتاعك، اختاري الصنايعيه من الاول يكونوا كويسين، حتى وان كانوا اعلى شويه في السعر من اي صنايعيه تانيين، لان طبعا شغل الصنايعي هيفرق معاكي جدا، وهتتفادي اخطاء وكوارث كتير جدا ممكن تقابلك مستقبلا. وبس كده وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى ان يكون جاوبت على كل استفساراتكم، لكن لو ليكوا اي استفسار تاني سيبولي في الكومنتس وانا هجاوبكم في اقرب وقت باذن الله. واستنوني في الفيديو الجاي، ومع الف سلامه.